مساء الخير يا دكتور. الله يخليك. في برشام بس ناقص عندي. ايوه حضرتك انا كتبته بالطلبيه. خلاص ماشي، يعني جاي ان شاء الله اخر مره طلبيه باذن الله. ماشي شكرا. مع السلامه. يا دكتور. اهلا يا حاج. عامل ايه يا ولدي؟ ازي حالك؟ الف سلامه. الله يسلمك. والله يا ولدي معي المرة من امبارح اما ترجع طول الليل. لا الف سلامه يا حاج. انا لحد زورك ست على كف بيتها ما ترجع. عايز لها حاجة يا ولدي عشان الترجيع دي. طب في حمل يعني ولا حاجه يا حاج؟ منين يا ولد؟ ربنا يديك الصحه يا حاج. لا ده كده هي بس خدت شويه برد عشان زي ما انت شايف الجو الايام دي يعني مش مستقر. ممكن تكون خدت برد في المعده ولا حاجه. بس هي لابسه ثقيله يا ولد والله ما تتغطى وكده من البرد في المعده. ما تلاقي في حد ما يرفس فيكم بالليل ما يكشف الغطا ولا حاجه. سهله يا حاج سهله. بص يا حاج، تاخذ شريط البرشام دي تديها قرص قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات في اليوم. ان شاء الله تخف يعني. لا 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 الا البرشام. ليه؟ تاخذ البرشام من هنا ولا تموت مع الميتين. معدتها وجعاها وشو تحمل برشام. طيب خلاص بسيطه يا حاج سهله والله. والله يا ولد. لا سهله الف سلامه. شوف حاجه غير البرشام يا ولدي. انا اجيب لك حاجه سريعه. والنبي يا ريت والنبي يا ريت. حاجه سريعه. حاجه سريعه يعني. بص يا حاج، تاخذ الحقنه دي. هي دي. تاخذ الحقنه دي تديها لها عضل. كويس؟ ايوه. وان شاء الله كده نص ساعه بالكثير باذن الله هتكون خفت يعني. الا الحقنه. ليه؟ تاخذ الحقنه من هنا تورم وتعمل لها خراج وتبقى حكايه عفشه قوي. ما تخاف قوي من الحقن هي. حقن لا. برضه هبيع لك نهدي. بلاها حقن خالص. لا حقن بلاها برشام بلاها حقن. حقن لا 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 لا. سهله برضه سهله. عناية الف سلامه يا حاج. الله يسلمك يا ولد. اظن على الدواء ده ما فيش قولة انها ما تتعب ولا مش ما تتعب. دي معلقه كبيره برضه قبل الاكل نص ساعه 3 مرات. والله يا العلاج ده ولد. كله ما يشكر فيكم في علمك. والله يا ولد يطيق العمى ولا يطيقش الدواء. ابدا ما تشربوش. ولا الدواء برضه؟ والله ولا الدواء. طب خلاص يا عم الحاج خدني معاك البيت اقرا لها. تقرا لي من المخلوعه هي؟ طب اقول لك ايه، طب اذا كان لا نافع معاه برشام ولا حقن ولا شراب. هي طب اعمل لك طيب. هي متروكه على حاجه واحده يا ولدي. مطلوب عليه ان شاء الله. الانبوبه. الانبوبه؟ انبوبه للترجيع. شوف لها انبوبه للترجيع تبقى 100 100. سلامية يا اولاد. والله اول ما تدهن بيها كذا الانبوبه تبقى 100 100. اول مره اسمع بحكايه الانبوبه للترجيع دي. ده شركه الادويه نفسي ما تعرفش الموضوع دي. بص يا حاج انت باين عليك رجل طيب. الله يبارك فيك يا ولد. انا هدلك على المكتب الانابيب دي. قول لي. انت عارف المجمع اللي على الجسر؟ عارفه. في دكتور مهاجي اسمه الدكتور حرنكش. ده علاجه كله انابيب ودهين. بس مش بيكتب غيره. مش مدي حقن ولا برشام ولا دواء ولا اي حاجه. خالص. ده هو اصلا اخصائي انابيب. ده كويس دي. كويس. تروح له واخد بالك. خليه يكتب لك روشتي. تمام. وتجيني انا اصب لك الانابيب اللي عندي كلها. خلاص راح اخذ توك واروح اديها لك. حتى لو كتب لك انبوبه بوتاجاز اصرفها لك من المبلغ. تمام يا ولد. السلام عليكم. السلام عليكم. والله العظيم الناس يا عم ناس طيبة. ليه بس؟ السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. أما الظاهر عيال. عيال يا عم الحاج، أنت داخل صيدلية أنت داخل عيادي؟ إزاي ما ظاهر عيال يعني الحاجات دي في العيادات؟ أنتوا مش كلكم دكاترة ببعض؟ يا عم دكاتري بس دي الصيدلية، يعني أنت تروح عند الدكتور يطيره لك وتجي تصرف العلاج من هنا. طب أنت عادي، أنت لو كده ممكن تقطع له عادي يا عمي العد أنت ما تحكي إزاي؟ بقولها كمل له. هو بهيمي؟ استغفر الله العظيم. ايه الكلام دي؟ يا عم كل واحد ليه تخصص. افهم يا اخواني، اهم حاجه التخصص. هم قالوا لي عند الدكتور بتاع الصيدليه هنا لا يا عم قال لك كده ما يضحكوا عليك. اتفضل يا حاج، عايز حاجه ثانيه؟ عايز انبوبه كده. طب هات التوب بتاعها جيب روشته. لا ما انا دهنها هنا على دراعي.
دهن على دراعك يعني دي اعمل لها هيني. انت يعني هتشم. ادوقها ولا اخذ لي احسن مني عشان اعرفي؟ والله العظيم يا رب، انت هتشمها هتعرفها على طول. هي ولا اشمها دي؟ يا عم انت جاي تاخذ انبوبه ولا جاي تاخذ اسمه ده جزء عاطف؟ يا ابويا الارزخانه اللي انا جبت منها العلاج قبل كده اديته الروشتي، الدكتور راح صرفها لي، ثاني مره رحت اجيب الانبوبه منه عرفها على طول. هذه القول يبقى انت اول مره صرفتها من رشدتي. انتوا مش كلكم دكاتره ببعض؟ يا عم دكاتره ماشي ما اختلفناش، يعني دي عاوز نعرفها ازاي؟ ساحرني شمها هتعرفها. أشم يا عم شم هي ولا شم؟ يا عم ساحر انا عشان هتعرفها هو يا عم عرفها. روح توكل على الله في مصلحتك روح. والله هو روح عرفها. طب روح بدل ما اغلط فيك روح. هي خدي الواحد ندم انه دخل كلية الصيدلة دي برضه اوضاع دي قال شمها قال هي خدي. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. دكتور، ايه الاخبار يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ايه عامل ايه؟ الحمد لله. مالك يا مالك وشك مقلوب كده وخلقتك دمك محروق باين عليك ووشك محمر، مالك؟ والله العظيم انا تندمت ان انا دخلت كلية الصيدلة وفتحت الصيدلية. ليه هو؟ يا رجل تعبت مع الزباين والله تعبت. ليه مالها الزباين الناس كلها محترمه والله مالك؟ من غير يمين ما في، ومن ساعة ما فتحت من أول الصبح ما في زبون محترم دخل علي. ليه يعني؟ حد يعني- شتمك؟ لا هو ما حدش شتمني، بس جاني واحد من شوي قال لي يا مرته ما ترجع، لا يا عم خذ لها برشام حقن شراب ولا حاجه نفع معه. تبي تقول له زي دي؟ ناس غلابه يا دكتور، ناس غلابه، انت عارف ناس بلدنا ناس طيبين على قد حالهم، خذهم على قد عقلهم. لا بسيبك من دي، جاني واحد ثاني قال دهن مرهم على دراعه وعاوز انبوبه زي اللي دهني. مش ما يتكلم هو؟ لا ما يتكلم يا اخوي، ده معاه لسانه زي اللبله. امال ماله؟ انا عارف. دهن لك الانبوب على دراعه؟ اه يلا زي بعض يا اخي، زي بعض، ناس انت عارف ناس بلدنا ناس طيبه ما احنا ما زي بعض يا دكتور، يا خليها على بس مش كده. بالطريقة لازم دي. يبقى بالك واسع، عارف ما كانش بالك واسع في الشغلانه دي هتطق، أنا وانت معك. هتطق قريب. معاك حق. معي الواد من عشيه عمال يكح ويرجع يكح ويرجع، اه وراحوا اديني قال اللي 100 في البيت، قالوا لها زيها من عند الدكتور رومي. لا سهل ان شاء الله. الف سلامه. في ما هو الولد ده معاك تعبان على طول. طول. أنت. ادهم لا من- الف سلامه. من عشيه حط انفصال تعالى كده، لا تفتح قالوا لها قطعين السمنه، ودي بتاع حب السكر مش عارف ايه جابها هنا ودي حب الدهن. امال انت واخذ توكيل الغطيان يا؟ عاوزين زي دي، لا هم عشان ما غلطش في الحاجه ما يدون الحاجه اللي زيي. يعني انت عاوز زي ده؟ عاوز زي دي بالضبط، بالله عليك ما يخف عليها الوقت. طب اقول ايه بس انا اقول ايه؟ تقول لي ايه؟ من الصبح انا بحكي لك لما اقول لك الامر حصل 1 2 3 وجاني واحد وجاني الثاني وحكيت حكايه طويله عريضه لها راس ورجلين وفي الاخر طلع لي بدي. هي دي ساحرني. الغطايه بتاعت الدواء ضيت الدواء القصص اتكسر، واعرفها ازاي يعني ديني؟ مش مكتوب عليها الاسم اهو. اسمية ده اسم الشركة دي يا ابو. بيقول لك 12 ببلاش لا هي دي. كمان جايب لي غطاية بتاعت اسمها صاقع وعاوز دواء زي اما هم يسدوها بيها عشان دي كانت ضيعت. لا اله الا الله. الغطايه دي كانت ضيعت، كانوا يسدوها بدين. يا ابوي انت يعني تكلم من عقلك ولا ايه؟ يا رجل هات لي الروشتة ولا هات لي القزازة. لما العيال كسروها طيب وهم كانوا يسدوها بدين. خلاص ادي لك اي دواء بدلها انت ما عرفهاش دي. لا يا ابو المره قالت لي ما كانتش دي ما تجيبهاش. لا اذا كان قالت لك المرة يبقى اوعى تجيب لا ما اقدرش. ما انا عارفك انت راجل شديد في الله البيت. يبارك فيك. يعني انت عاوز زي دي. زي دي بالضبط. حاضر من عيني الاثنين. ماشي. انت تؤمر بس. الله يبارك فيك يا دكتور. هل في عز منا؟ الله يبارك فيك. الندى لما المفتوح للمضمغ هذا. هي يلا يا خذي. قال عاوز قال زي دي حلاك يا اخوي. نبعنا على الرجال. استغفر الله العظيم. انا جبت رف احسن. جبت رف انا اشوف لي واحد اقعد وهي عشان قريبه تجيني جلطه من الشغلانه دي.